السلام عليكم اخويا. صعب. شنو هاد الجلسه اللي داير هنا اخويا؟ خويا هاد الجلسه غتبقى يوميا ان شاء الله هنايا حتى يبان الحق. هنا حق تهضر عليه. هذا الحق ديال المغرب، ديال الناس المغاربه، ديال الناس المغاربه، ديال كلشي الناس المغاربه، ديال الناس المغاربه وكلشي الناس اللي كيدافعوا على الحق ما مفاكينش. وهذا الميساج بغينا نصيفطوه لحميده، نقول راه ما مفاكينش، واخا دير علينا امثال ودير علينا افلام وتفجيرات في المغرب اللي انت هو سبابه. احنا ان شاء الله ما مفاكينش هنا دائما، حنا غنفضحوه دائما امام المغاربه كلهم والعالم كله. غنفضح هذا محمد السادس والحكومه المغربيه، غنبقى ديما معتصم هنايا. بزاف كيسولوك فهمتي واش هاد الاعتصام غادي يجيب شي نتيجه؟ يجيب نتيجه ولا ما يجيبش نتيجه، المهم غادا تجي النتيجه ان شاء الله، لان الله ما كيرضاش على الظلم، والنتيجه ان شاء الله جايه به ولا بلا به كما بغى. واخا يضل يفجر المغرب كله غيجي الحق ان شاء الله. يعني كتهضر على الاحداث ديال مراكش؟ كنهضر على احداث مراكش، لان احداث مراكش واش وقع انفجار صاحبي في 5 دقائق وقال لك عمل ارهابي، باش عرفوا عمل ارهابي. وقال اللي داروا التحقيقات. واش من تحقيقات؟ واش التحقيقات في 5 دقائق؟ عمرك شي تحقيقات؟ التحقيقات كتاخذ سنين. عطاونا بعدا التحقيقات ديال 16 ماي، عطاونا بعدا شكون فجر ولا ما شكون فجر. قالوا اخويا. المهم يعني انت هنايا صامد الحق ديالك بغض النظر على اللي معاك واللي ماشي معاك. اللي معايا واللي ماشي معايا. داون محمد 6 حميده. مزيان اسيدي، مزيان اسيدي، مزيان اسيدي. اش كاتب تمايا؟ هادي عقلت على التفجيرات تاع الكنيسه في مصر. والله يا ودي هذيك الفضيحه شكون اللي ما عقلش عليها؟ وهذا الشيء هو اللي طرا لنا حنا في المغرب دابا، حنايا تكرار ديال هذا الشيء ما معاتقينش. علاش زعما غيكرروا هذاك الانفجار؟ يكرروا نفس القضيه باش الشعب يتخلع، يقول لك فوالا الارهاب، فوالا كي داكشي كله كيتكرر بطريقه معروفه مفهومه. يعني هذه بحال بغيتي تقول ذريعه باش يتم ايقاف المطالبه بالاصلاح اللي الشعب المغربي دابا عازم عليها. والاصلاحات اللي طالبين حنا ما غاديش نتعاتقوا عليها، طالبين ملكيه برلمانيه، بغى ما بغاش يعطينا الثقه. الصلاه على النبي. حنا نبقاو ديما نحتجوا، واخا نبقى واقفه بوحدي انايا، نبقى نحتج بوحدي انايا، ما نعاتقش. من حقك اسيدي، راك مواطن مغربي، من حقك اسيدي. الو اخويا. اش هذاك الشيء كاتب تمايا؟ هادي بلوت اند تيروريزم ويل نوت ستوب اس. داون حميده هو محمد 6. هاكا اسيدي. واش انك حاط الرايه هنايا؟ الرايه مغربي، حب المغرب عمره ما يتبدل. اللي بغا يقول بوليزاريو يقول، واللي بغا يقول شي حاجه يقولها. المغرب مغربي، بغينا الخير للمغرب. يعني الانسان يطالب بالحقوق ديالو فيما كان. فيما كان حتى خويا نطالبوا بحقوقنا فيما كان. مغاربه فيما مشينا الحمد لله مغاربه. طبعا اخويا طبعا. الله يودي الله يودي. اش كتقول سميتو بالنسبه للحركات الاحتجاجيه في خضم الاحداث اللي عرفها المغرب هاد اليومين الاخرى؟ وكان طالب من جميع الشباب ديال حركات 20 فبراير بانهم ما يخلوش هاد التمثيليات انها توقفهم. كنتمناو من الكل يمارس السياسه ويمارس اعتصامات ويمارس كل الانتفاضات اللي باستطاعتهم. حنا ما معاتقينش وما مفاكينش. واش كتظن على ان الاحداث هذه غادي تعطي للدوله المبرر باش يبداو في حمله اعتقالات باش الناس يخافوا؟ هذا هو السبب. دابا الدوله غتبقى تقوم بجميع اعتقالات جميع الناس، جميع الشباب. اي شخص دابا غادي يبدا يهضر غتعتقلوه. حتى الشباب غادي يحسوا بواحد النوع ديال الخوف باش ما يتهموهمش بانهم مشاركين في هذه العمليه الانفجار. ولكن الحمد لله حنا ما غاديش نتعاتقوا، واخا يتهمونا واخا يقتلونا. ولكن واش كتظن على ان المغاربه يعني كما كنقولوا بالدارجه غادي يدوز عليهم؟ لا، المغاربه ما غاداش تدوز عليهم ابدا. المغاربه ماشي كالخيل، المغاربه ماشي كالخيل. المغاربه عارفين الفيلم. داز علينا وحده في 16 ماي 2002، داز علينا داكشي. دابا ما بقاش غيدوز علينا. دابا فهمنا قانون اللعبه اللي هو ان الدوله كتقوم بعمليه تفجيرات باش تخول نفسها واحد الصلاحيه باش تم القبض وارهاب جميع الناس اللي كيحاولوا يدافعوا على حقهم. واش كتظن هادشي غادي يوقف المسيره الاصلاحيه؟ ما كنظنش انه غادي يوقف اي مسيره ابدا، يعني ما غادي يوقف حتى شي واحد. حنا ما معاتقينش.
وربي معكم معنا اخويا العليوين. امين اخويا، امين مع جميع المغاربه ان شاء الله. ربي معكم. واش كتقول الناس اللي كيقولوا العام زين بالمناسبه؟ كتوجد لهم شي حاجه؟ اللي كيقول العام زين راه يتبرع به. حنا ما عندناش العام زين اخويا. العام زين عند الناس برا وعند الاجنبيين، هما اللي عندهم العام زين وعندهم الديمقراطيه. يعني فهمتيني بزاف ديال الناس كيتسائلوا زعما في امريكا راك خدام مع راسك بخير، كيقول لك اسيدي فهمتيني شنو هو السبب اللي كيدفعك انت ما عايش هذيك المعاناه دابا؟ علاش كدير هادشي كله؟ واش باغي تشهر؟ واش باغي تولي معروف؟ واش باغي تبتز النظام؟ علاش هادشي؟ هادشي كنديرو على اساس ان الناس في المغاربه خوتنا وحبابنا مازال كيعانيو. ما حنا سهل علينا الله هنا برا الحمد لله، ولكن الناس باقي مساكن كيعيشوا في هذاك الظلم اللي عشنا حنا ما بغيناش يعيشوه. يعني بغض النظر على الوضع الاجتماعي ديالك خصك تعيش الهم ديال 35 مليون نسمه. ضروري اخويا، اللي عنده الهم، اللي انسان محقور ومظلوم غنبقى نعيش معاه الهم ودائما الاعتصامات. وبالمناسبه ظهرت مؤخرا في الايام الاخيره واحد الاشاعه كتقول على ان العليوين تم الترحيل ديالو للمغرب، اشاعات اخرى كتقول على ان العليوين غبر على الساحه لانه كما كنقولوا باع الماتش. يعني في هذه الاشاعات هذه شنو يمكن لك تقول فيها؟ غادي نقول لهم بان خلي يقول، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي بغى يمثل شي اشاعات يقولها. حنا الحمد لله مقتنعين الحمد لله. يعني صامدون الى الان. ما مفاكينش اودي حميده، والله ما مفاكين. هذا شكون حميده؟ حميده هو ذاك الملك ديال المغرب، كيقول لهم انا هو الملك، امير الفقراء. عمرك سمعتي امير الفقراء عايش في القصور؟ وراه المغرب راه فقير. كيتسولوا في الشوارع والناس كيتسولوا كيطالبوا، الناس ساكنين في كهوف، ساكنين في مراحل. لا كيقول لك هذوك الناس اسيدي ما قراوش، ما باغينش يخدموا هذوك الناس اسيدي. كلشي ما باغيش يخدم، كلشي ما باغيش يقرا، كلشي ما باغيش يعيش على الملك اللي يعيش بوحده. واحد الملاحظه بغيت نسولك على اخويا العليوين، وحنايا هنايا يعني من الوراء ديالك كاين البيت الابيض، يعني كنشوفوا القصر الرئاسي، يعني حتى الا شفنا يعني كاين 2 ولا 3 طوموبيلات البوليس، كاين واحد 3 البوليسيه ولا 4. يعني اش يمكن لك تقول ما بين يعني هذا القصر الرئاسي والقصور الرئاسيه اللي عندنا في المغرب من ناحيه البوليس؟ دابا كتسحابهم واش دايرين حاضين اوباما؟ نعم. ما حاضينش اوباما، هادو راه حاضين غير الامن في الشارع. نعم اسيدي نعم. اوباما ما كيحضي حتى واحد. وحنا عمرنا ما شفنا القصر من برا كيفاش داير، ديما كاين دوك الصور فيهم 4-5 متر. وي عرفتي علاش؟ لان من وراء الصور كاين الفساد. والشعب ما خصوش يشوف الفساد. وزيدون المغرب غتلقى 40,000 عساس و 40,000 عسكري مسكين ما مغديش يوقف حاضي، والله العظيم. القصوره ديال حميده راه شوها كيفاش كيعلوا ديما الاسوار كيديروا البيبان كبار باش حتى واحد ما يشوف الشوهه ديالو. فيما يخص الميساج ديالك الحركات بالخصوص حركه صرخه الشعب المغربي وحركه 20 فبراير، اش كتقول لهم في ظل هذه الاحداث مره اخرى؟ انا كنطالب منهم الاستمرار والنضال، ما نسارع على الدرب وصل التغيير جاي ان شاء الله، ما غاديش نتعاتقوا، كلنا غادي نبقاو صامدين. يمكن ان الدوائر الحاكمه في المغرب تقول اودي احنا بمناسبه هاد التفجيرات غادي نأجلوا المسلسل الاصلاحي وغادي نتفرغوا لمحاربه الارهاب. يعني اش كتقول انت لدعوه بحال هذه؟ هذه خطه مرسومه، ولكن ما غاديش نبقاو حنا نتسناو يفرقعوا شي قصر ولا يفرقعوا شي حاجه ولا يفرقعوا شي حاجه، ماشي يلصقوها فينا حنايا. حنا ما كنفرقعوش ما كنقتلوش، حنا مجموعه سلميه كنحبوا الخير للبلاد وكنطالبوا بالاصلاح. ما عمرنا ما قمنا بشي عمل اللي هو ارهابي.
خويا العليوي انا نخليوك دابا في الاعتصام ديالك اسيدي، وكنتمناو لك التوفيق انت والمغاربه كلهم. وحنا كنا راه يد وحده ضد الفساد، وكنا يد وحده مع الاصلاح ومع الديمقراطيه ان شاء الله. نتمنى لك حد سعيد اخويا. السلام عليكم اخويا.